السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير. اليوم معانا موضوع مهم، معانا مناشدة إنسانية بخصوص الأخت سلمى أحمد جابر، ونشتي الكل يتفاعل على الأقل سوي إعادة نشر، مشاركة، انشر كل مكان. المهم قبل ما نبدأ شاهد اسمع هذا الصوت، صوت أم سلمى، أمان إنه يقطع القلب. وراجع لكم. السلام عليكم يا آلم. بنتي مفقودة اليوم لها 16 يوم 17 يوم مفقودة. ما تبكي تعبانة عليها، لا هي بنتي ينشرونها لي شهيدة مش عارفة، ما هش بنتي عارفة. يا آلم يا فائلين الخير، اطلقوا علي بنتي، هي ما معها حد غير الله سبحانه وياها. من بحلول أمثالي تخلي لحالي وتبك تبيع اللي شيف الخير حياها الله. سلمى أحمد محمد جابر. ألقوا علي بنتي يا آلام، ألقوا علي بنتي يا آلام، ألقوا علي. وعدنا لكم من جديد. طبعا يا جماعة الخير، القصة ما فيها باختصار أن الأخت سلمى إنسانة مكافحة، طالب الله على نفسها وعلى أمها المريضة في البيت. كل يوم تخرج بداية النهار تطلب الله، تبي إكسسوارات، بطاطس، هذه الأشياء. المهم وترجع المغرب عشان تأكل أمها وتأكل نفسها لقمة حلال. يوم من الأيام خرجت واختفت وكأن الأرض ابتلعتها. راحوا المستشفيات، راحوا الأقسام، راحوا ولا خلوا مكان إلا وراحوا يسألوا، لكن ما حصلوش ولا شيء. اللي نشتي منكم يا جماعة الخير، انشروا الفيديو كل مكان، عسى ولعل عن طريق واحد منكم يجي الخير. واللي عنده معلومات أو قد شافها مكان أو عنده خبر أو زي كذا يتواصل معي خاص، وأنا مستعد أعطيك رقم واحد من أقاربها وتتواصلوا معهم، ونسأل من الله أن يرجع سلمى لحضن أمها. وكتب الله أجركم. تحياتي لكم.